أنا من أب وأم وثمان أخوان، ما عندنا خوات. عايشين كنا في منطقة في قضاء خانقين في ديالى. وصلت أخبار إنه كان رئيس عشيرتنا الله يرحمه علي بيك، وصلت أخبار من جهاز الأمن السابق إلى إنه أكو إلقاء قبض على أحمد أخويا. على هذا الأثر رئيس عشيرتنا الله يرحمه وصل الأخبار إلى أبويا، قال له يابا ترى النظام البائد والبعثي اليوم احتمال إنه يجوكم بالليل يشيلون أحمد. بلثنا أبويا رأسا عزل دكانه قطيع، اجى لملمنا كنا، صعدنا بسيارة بدون أن عرفنا كل شيء ورانا من أجل أن نحافظ على أحمد أخويا وعائلته. تركنا كل يعني البيت والأموال كلها تركناه ورحنا. من وصلنا إلى إيران تفاجأنا حقيقة بالأعداد الهائلة اللي مثلنا، يعني الناس الشاردة. ظلينا تقريبا ما يقارب 11 شهر في هاي المنطقة. تعرف إيران باردة ومخيمات ومطر ومخيم، يعني مهما كان مخيم عدد كبير وعائلة كبيرة، يعني عانينا ما عانينا. بسنة 75 صار الاتفاق مال الجزائر اللي صار بإيران والعراق في الجزائر، وصار عفو رجعنا كل احنا بيت عمي. فجينا للكوت خلوا علينا قامة جبرية 5 سنين هنا، انه ممنوع توصلون الخانقين. المعاناة اللي صارت عندنا انه انت تبعي وانت تعرف تبعية وبزمن صدام لازم من يصفقون يصفق، ما تعيش حياة انسان عادي. أنا من كنت بذاك النظام، من كنت تطلع أشعة جنسية بوقتها، دزوني الكرادة كانت هي مال المجنسين. أتصور إنه اللي مجنس اللي عقامة يدزونا من هناك، نجيب إثبات شخصية يلا بنا ينطونا أشعة جنسية، وفعلا أنا طلعتها من هناك لأن تعرف تبعية وكذا، اعتبرونا قامة واعتبرونا مواطنين أصليين. هسه هذاك الزمن راح، صار قبل أسبوع طلع بطاقة وطنية، هم رجعوا دزوني لي هذا، هم رادوا إثبات شخصي. يعني الظاهر احنا ما نخلص من هذا الموضوع، ورانا يعني احنا سابقا كنا مجنسين، واليوم هسه هم مواطن عراقيين. مع العلم احنا انولدنا بالعراق وعشنا بالعراق ولا زال انه نخدم بالعراق، ولكن للاسف احنا مو عراقيين. يقول لك انت مو عراقي، شو تدري؟ احساسك يكون انت هاي السنوات كلها عمرك قاضي انا وانت مو عراقي.